بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقول مبروك لجماهير نادي الزمالك والمجلس إدارته ولاعيبته وجهازه الفني، وخطوة بداية خطوة إن شاء الله للفوز بالبطولة. مباراة النهاردة يعني أثبتت إن اللعيبة مركزة، اللعيبة بعيدة عن الأجواء. وعايز أقول ملحوظتين جماهير الزمالك تحطهم في دماغها. اول ملحوظه، لا تقسو على محمد عواد. الجون هو يشيله بنسبه 50% ونسبه 50% لحسام عبد المجيد والمسلوسي واحمد فتوح، الثلاثه دول لان طالعين مع الراجل، وازاي الراجل ياخدها ويحطها وتعمل البند. نفس الجون ده هو اللي الجزيري جابه في الماتش. فاذا لمت على عواد ووقعته نفسيا يبقى عليه العوض الماتش اللي جاي. لازم جماهير الزمالك تقف مع عواد وقفه قويه جدا. وانتوا شفتوا في البطوله الافريقيه في جوان دخلت نفس الاجوان دي في نجم مصر ورقم واحد في مصر واحسن حارس في مصر اللي هو في حته تانية. فانا بقول لجماهير الزمالك شد من ازر عواد وسندوه، لان هو اللي هيقف النهائي. فلازم المسانده والمؤازره عشان ما توقعوش الراجل ده. لان لو حتى صبحي لعب او اي حد ما عندوش الخبره، صبحي لو لعب ده بقاله فتره ما وقفش 3 خشبات في ماتش رسمي، فهيبقى برضه متوتر وخايف ويبقى عليه العوض. فانت يا جماهير الزمالك لازم تقفوا في الحته دي مع عواد ومع الفرقه، عشان ان شاء الله النادي الزمالك يفوز ببطوله الكونفدراليه. دي اول ملحوظه. تاني ملحوظه بوجهها بقى للراي العام وتذكرتي والناس دي. اولا كل الناس دلوقتي جماهير الزمالك عايزه تحضر الماتش اللي جاي اللي لسه يوم الاحد، وانتوا قلتوا التذاكر خلصت وقلتوا لا مفيش تذاكر. لا، انت عملت في ماتش الاهلي 50,000 تذكره في ماتش مازيمبي ودخل 80 85 ممكن يكون 90 وممكن يكون 100,000. زي ما انت عملت بنفسك مش واخد بالك ودخل الجماهير دي. وانا مع جماهير الاهلي ان هي تخش، مفيش حاجه اسمها 50,000. انا عندي مباراه مصيريه سواء للاهلي او للزمالك، افتحوا الاستاد. انت خدت فلوسك، انت بتقول عملت 40,000 تذكره، خدت فلوسك مالكش دعوه بقى، اعمل نفسك مش واخد بالك وسيب الاستاد يتملي. خلي جماهير مصر تفرح، خلي جماهير الاهلي تفرح، خلي جماهير الزمالك تفرح. لان انت شفت دريمز اللي ما عندهاش جماهير فتحت الملعب للجماهير، فتحت الاستاد كله للجماهير. نفس الكلام في ماتش سيمبا قصدي، فتحوا الجماهير ساعه ماتش الاهلي. فاحنا ليه الناس دي احسن مننا؟ والكاف مديك ان انت يبقى عندك حريه تفتح حتى لو حدد لك وقال لك انت اللي تحدد مش الكاف، انت اللي تحدد تقول اللي هيخش كام، قول هيخش 100,000. دخلوا 80 خير وبركه، دخلوا 100 خير وبركه، دخلوا 50 انت عملت اللي عليك. فانا بقول للمسؤولين عن تذكرتي وعن تنظيم المباراه وعن الامن، زي ما النادي الاهلي بيخش له 80 و90 الف، نادي الزمالك فريق مصري ولازم يخش له 80 و90 و100 الف عادي. لان دي اخر مباراه والبطوله احنا محتاجينها، سواء لنادي الزمالك سواء لمصر سواء للنادي الاهلي سواء لمصر. يعني الفرقتين في النهائي. افتح الاستاد، ما تتقيدش باي حد. وزي ما النادي الاهلي فريق مصري، النادي الزمالك فريق مصري، الاتنين اقوى ناديين في الشرق الاوسط. ادوا رسائل للناس ان الفرقتين عندهم اقوى جماهير في افريقيا والشرق الاوسط. دي الملحوظه التانيه اللي انا عايز اتكلم فيها.